جندي مغربي سامر عبد الله، اسير حرب سابق لدى جبهه البوليساريو، 24 سنه ديال الاسر في مخيمات تندوف في مخيمات العار بالجزائر. 24 سنه ديال الاسر. ها كتشوف هذه المجموعه كامله اللي كتشوف هنا كلها كانت في تندوف، والسبب وهو الدفاع عن وحده التراب، لان بعدما القى المبدع الراحل الحسن الثاني خطاب المسيره الخضراء من طنجة إلى القويرة، المغاربة كلهم ندوا هذا الطلب. شنو هو الخطاب؟ وهو مسيرة سلمية ستنظم، والعدد ديالها كان يفوق 350 ألف حتى 500 ألف مواطن مغربي. وربما لو كان قال الراحل الحسن الثاني الشعب بأكمله سيهب، لأن لاحظنا في الخطاب السامي ديال المرحوم الحسن الثاني المسيرة الخضراء كيف كانت بنظام وانتظام كما قال هو رحمه الله. شاركوا فيها سياسيون، شارك فيها المرحوم بوضياف رئيس الراحل ديال الجزائر، شاركوا فيها قادة من العالم، لأنها كانت على حق وكانت شرعية لاستكمال الوحدة الترابية. والجميع يعلم أن الصحراء المغربية الغربية كانت مستعمرة من طرف إسبانيا منذ زمان، وكانت إسبانيا تحاول دائما عرقلة وحذف ومحي الصلة التي كانت تجمع الصحراويين، القبائل الصحراوية بالمملكة الشريفة بالعلويين، لأن كانت بيعة ما بين، وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ونظمت المسيرة، وكنا نعتقد آنذاك أن العدو اللي غادي يكون ربما أو المنافس هي إسبانيا، لكن أصبح العكس، الجزائر. وأقول الجزائر لأن الجزائر جارتنا، دولة مسلمة وتجمعنا معها روابط كثيرة، تاريخ، جغرافيا، الإسلام إلى آخره، ولكن حقدت علينا وحسدتنا وكولتنا عصابة التي تدعى بجبهة البوليساريو. جبهة البوليساريو مغاربة ضالين فصاليين التجأوا إلى الجزائر، لأن في ذاك الوقت سنة 76 كانت حرب باردة ما بين الغرب والشرق، ما بين أمريكا وأوروبا والحلف الوارث اللي هو الاتحاد السوفيتي، وكانوا هاد الدول العالم الثالث ضحية. إذن كانت الجزائر اغتنمت الفرصة ديال المسيرة الخضراء من أجل مصالح اللي المغرب ما بغاش يرضخ ليها، مثلا ممر للمحيط، مثلا جزء من الصحراء الجزائر، مثلا تندوف المغرب ما يهضرش عليها لأن تاريخيا تندوف مغربية، يسكت على هذه الأمور. والجزائر كيف كنقولوا احنا بالدارجة تميك على الصحراء، لكن المغرب لا، لأن هذا تاريخ لا يرحم. المشكل ليس بمشكل ملك، ولكن مشكل الشعب. الصحراء هم المغاربة كلهم، هذا هو مشكل الصحراء. والمسيرة الخضراء هي كانت فعلا سلمية، كانت بالله والوطن والقرآن معنا والملك إلى آخره، ولكن الجزائر نشبتنا في هذه الحرب. هذه الحرب اللي دامت ما يزيد على 20 سنة. مشاو ضحية جنود مغاربة وضباط صف وضباط، ومشاو ضحية أرامل الآن راهم، والسبب هو الجزائر وليبيا. وحنا أدينا القسم، قسم المسيرة الخضراء للدفاع عن الوحدة الترابية، تلبية للقسم وتلبية للحكمة لجلالة الملك رحمه الله الحسن الثاني. إذن بما أننا أدينا القسم ولبينا طلب، الجزائر نشبتنا كيف كنقولوا، دارت معنا حرب، نمشيو ندافعوا على الوطن ديالنا. شكون لقينا مرتزقة من ليبيين، جزائريين، سوريين، كوبيين، مغاربة ضالين ديال بوعزة 73، ومن صحراويين فصاليين، منهم المرحوم الشاهد ديالهم، ومنهم إن الوطن غفور رحيم. والجميع يعلم ان الوطن غفور رحيم. شكون اللي رجع للمغرب؟ رجعوا القاده، رجعوا العصير ديال البوليزاريو اللي كانت الجزائر كتامن بهم. ابراهيم حكيم كان سفير ووزير خارجيه ديال البوليزاريو. عمر حضرمي كان مدير امن مخابرات الجزائر، وكانوا كيسموه لو سيرفو بين قوسين دو لا راس الجمهوريه الوهميه. الجمهوريه بنت بيه اللي كانت على وشك ان تكون وزيره، راه هنا في حزب الاشتراكيه اعتقد، التقدم الاشتراكيه، كانت رئيسه النسوي ديال جبهه البوليزاريو، لبات النداء السامي ديال جلاله الملك المغفور له الحسن الثاني، جات ايوب ولد الحبيب اللي كان قائد الناحيه السبعه جا للمغرب. اذا هذا دليل كافي. اذا هنا عاوتاني كنوجهوا نداء ليس للشعب الجزائري، انما الشعب الجزائري خونا وحبيبنا، ولكن للقمه ولحكام الجزائريين واللي بوتفريقه ماشي بوتفليقه. علاش قلت بوتفريقه؟ 2000 رابع باش يمحيوا الحكم الذاتي، لان المغرب وبالحكمه ديال محمد السادس حط الحكم الذاتي لغسل وجه من الجزائر باش تخرج من هذه الورطه اللي تورطت فيها.
باش يكون واحد الحكم جهوي. الجزائر اش دارت في 2000؟ اقترح السي بوتفليقه الحل الرابع، لا كاتريام سولسيون لو بارتاج. نقسموا الصحراء ولا نقسموا الناس؟ غادي نقسموا الصحراء، شي يديه الجمهوريه الوهميه وشي يديه المغرب. ايوا ولا كان الوالد هنايا والام لهيه كي غادي نديروا؟ ولكن الجزائر حطت هذا الاقتراح باقتناع من نفسها، باقتناع بالدولارات، هزت الدولارات ودار اتفاق مع جيمس بيكر اللي كان المغرب يؤمن بحكمته وبحنكته، لكن الفلوس كيعميو. ارشاتوا الجزائر باش يقترح الحل الرابع. على ليبوك البترول كان كيدير 45 دولار، وقع اتفاقيات ما بين الجزائر ورامسفيلد وزير الدفاع ديال امريكا اللي كان كيحتكر البترول ب 12 دولار بشرط يقبلوا الحل الرابع اللي هو لو بارتاج. ولكن بالحكمه ديال سيدنا الله ينصرو تكلم مع بوش اش هادشي اللي كثر، المغاربه كلهم دهشوا ولكن كلهم تجندوا. لان باش امريكا واحد من امريكا اللي كان صديق حميم من المغاربه يقترح، بوش قال بالحرف الصحراء مغربيه ونحن نشاطر المغرب في حله، في الحل الحكيم الا وهو الحكم الذاتي. مسيرة الخضراء هي واحد الملحمه وطنيه اللي كانت سنه 1975، يعني قبل المجيء ديالنا لهذه الدنيا هذه، ولكن حنا كنفتخروا بها كشباب بحكم انها طبعت التاريخ المغربي الحديث وجعلت انه يعني الخيار السلمي في العالم، لا في العالم العربي ولا في العالم ككل، انه يكون هو الحل وهو الانجع، هو اللي كيوصل رساله لجميع الشعوب باننا ممكن يعني نسترجعوا اقاليمنا، ممكن اننا نوحدوا اوطاننا، ماشي بالحروب فقط، ماشي بالسلاح، ولكن كاين هناك خيار سلمي، خيار ذكي ممكن اننا نوصلوا به للمبتغى ديالنا. المسيرة الخضراء شارك فيها جدي الله يرحمه، كان قال لنا باللي كانت مسيرة سلمية، واللي كان الهدف ديالها انه المغاربة يسترجعوا الصحراء المغربية اللي هي دليل على التراث المغربي والوحدة الترابية اللي كيتميز بها المغرب. والحمد لله قدوا تمكنوا المغاربة انهم يرجعوا الصحراء المغربية، حيت مشاو فيها شاركوا فيها عدد كبير. Aujourd'hui c'est la fête Mars vert, on peut dire, donc 100% sahraoui. Bon, nous on est des étrangers, on est des Sénégalais, on vit ici au Maroc. Bon, on vous souhaite bonne fête et vive les Sahraouis, vive les Marocains. Vraiment, on te sent comme chez nous, on te sent très bien. عاش الملك وعاشت الصحراء المغربية. هذا الأسير العطار مصطفى من القوات المساعدة. أنا شاركت في المسيرة ولبيت النداء ديال المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، وكان سلاحي كتاب الله. ولو كان الامر تعطى من العدو الاسباني في عهد فرانكو، لو كان تعطاو لدوك الطائرات الحربيين باش يضربوا، كان حتى واحد فينا ما غادي يرجع. وكانت المسيره الخضراء شاركوا فيها مسؤولين كبار من جميع العالم، ومكتنا تما تقريبا واحد ثلاثة أشهر، ياك 3 شهور في المسيرة. شهر يا ربي يا شهر، لأن جاء النداء ديال الحسن الثاني وقال لنا الله رحمه الله، وقال لنا ارجعوا لقد رجعت لنا صحراؤنا، ودخلنا حتى الكروشي وهزينا الرايه وكل شيء والى اخره. يوم ندى صاحب الجلاله الملك الحسن الثاني رحمه الله بالمسيره، تطوعنا الى التقياد باش نتقيدوا في المسيره. تقيدنا احنا شباب، والوقت اللي تقيدنا فرحنا وديك الساعه بان حنا غادي نمشيو الى ارض ما كنعرفوهاش، ارض الصحراء ما كنعرفوهاش ديك الساعه، ما كنعرفوا لا ناس لا والو. صاحب الجلاله حسن الثاني رحمه الله قالنا غادي تمشيو عند الناس ما غادي تعرفوهمش، عانقوهم وعانقوكم بانه اخوانكم. مشينا لقينا داكشي اللي كاين، اللي قال الحسن الثاني رحمه الله هو اللي كاين. مشينا افواج لقينا افواج امامنا. مشينا للطرفايه، من الطرفايه داونا للبطيح،
تما فاش جاء هذيك رئيس الحكومه ديك الساعه كان عثمان، هو اللي رفع الرايه تما في الطيح. دوزنا تما مكتنا في المسيره شهر، وحنا في المسيره تما دوزنا حلوه ومره. من بعدها رجعنا الى الوطن ديالنا، وهادشي اللي كنقول على المسيره، هادشي اللي غادي نقول لكم انا. المسيره الخضراء كتمثل شي حاجه ديال الاصل المغربي، وهاد الامور هذه ديال الصحراء بدات تقريبا هذه واحد قرن. فرنسا واسبانيا كيعرفوا مزيان مع من كانوا كيتعاملوا مع الملوك الاولى، بحال مولاي الحسن، مولاي محمد الله يرحمهم. وهاد الملوك كاملين كان عندهم علاقه مع الصحراء، من مولاي اسماعيل اللي تزوج تما. مولاي اسماعيل راه مزوج بنت من الجهه ديال الصحراء، والصحراء هو لو برولونجمون ديال المغرب. قالوها كاع الناس بحال ليوطي، بحال شارل دو فوكو، بحال مونو، كيعرفوا بان الصحراء مغربيه. والله يرحمه الحسن الثاني ماشي راجل ديال الحرب، سلمي، طلب باش تكون الامور سلميه، على ديك الشيء دار المسيره. ولكن اللي بغى يعرف التاريخ ديال الصحراء خصو يبحث في الكتب الفرنسيه والاسبانيه. الكتب الفرنسيه والاسبانيه هما اللي كيعرفوا شنو كاين في الصحراء. وجدودنا دابا هاد الذكرى خاصها تبقى ديما، باش الشباب والمغاربه والناس يعرفوا بلا طرف الارض ديالنا. وإلا كنتي غتقول بالفرنسيه لو ساغا ماروكان، قول لو ديزير ماروكان. وإلا غتقول كلمه الصحراء قول الصحراء مغربيه، حيت الناس ملي كيسمعوا لو ساغا ماروكان كيجيب لهم الله دو زونتيتي، وهي لا، هي سي لو ديزير ماروكان. ولو ديزير ماروكان راه كاين من ايام القافلات كتمشي من فاس من مراكش حتى لتيمبوكتو، والطريق كانت بروتيجي. دابا اللي فرنسا واسبانيا هما اللي خصهم يحلوا هذا المشكل هذا، حيت الاخوان الجزائريين تابعين للحكومه ديالهم راه غتدخلهم في الحيط.